اهلا بكم مره تانية بعد ما شفنا الفيديو. اعتقد ان كل فيديو بيحضره لنا المهندس محمد سعد بيبقى الغرض منه هو توصيل المعلومه لحضراتكم. نتمنى ان تكون المعلومه وصلت لحضراتكم. بطبيعه الحال في ناس بيبقوا برضو بنقول لهم المعلومه بس مستغربينها وخايفين ومش عارفين، وفكره التجربه في حد ذاتها ممكن تبوء بالفشل، فيقول لك انا مش هقرب من حاجه. هل ممكن ان احنا لو جربنا ان احنا نعدل حاجه، ده ممكن ياثر على نسخه الويندوز او ياثر على الكمبيوتر نفسه ولا لا؟ هو بالنسبه للتكنولوجي دي ما بتاثرش على اي حاجه في الويندوز، يعني مش هتجربها مثلا تلاقي الويندوز حصل فيه مشكله. هي الفكره كلها احنا في الفيديو ده شفنا ايه؟ شفنا ان ازاي لو انت عندك ويندوز اكس بي او انت ويندوز فيستا او ويندوز 8.1، فانت ازاي تشغل الاول الخدمه نفسها، ازاي تخلي. احنا دلوقتي عملنا البويز، طب انا خلاص عملت على مستوى الهاردوير، عايز اعمل على مستوى السوفت وير. ده اللي على مستوى السوفت وير، انا خلاص عملت انيبل للفيرشواليزيشن تكنولوجي اللي عندي على السوفت وير، ما بيحصلش حاجه. هو كل الفكره بالنسبه لو انت بتتكلم على مثلا 8.1، هتلاقي عمل ريستارت مرتين بس، وبعد كده بيشتغل عادي. تدخل بقى هتسيرش تلقى بقى لو انت بتشتغل على ويندوز هايبر في، لو انت كريت على ويندوز اكس بي، فبتلاقي بقى البرنامج اللي انت منزله موجود على الديسكتوب عندك. فالموضوع مش بيأثر على الويندوز، لا بالعكس، ده يعني تبدا بقى تستخدمه بشكل يعني احسن وبروفيشنال. كويس. طيب ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه اليوزر وهو بيستخدم المراحل اللي بيقوم بيها؟ الصعوبات اللي ممكن تقابله هو فكره ان هو مش عارف يستخدم الحاجه كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى بمعنى مثلا زي ما احنا قلنا في مثلا موضوع الهارد ديسك او الرام، مش قادر يحدد الريسورس. انا طلب مني مثلا، انا طالب في الكليه وطلب مني تاسك معين عايز اعملها على جهاز الكمبيوتر عندي. طب خلاص انا سمعت الحلقه دي وبدات اعمل بويز وبدات اعمل ويندوز وبدات نزلت، بس انا يعني دايما ثقافه اليوزر برضو كمان ايه، ما بيقراش اللي مكتوب قدامه، نيكست نيكست، فبيوصل فبيوصل في ده الاخر. حقيقي. فيوصل في الاخر النتيجه ممكن يكون مش هو اللي عايزها. مثلا مثلا في برنامج اهو، راجل مبرمج مثلا لسه فريش جراتوت في الكليه، وطلب منه البرنامج ده مثلا عايز عشان ينزل 4 جيجا رام، طبعا باي ديفولت هو 512، فيجي ها ينزل البرنامج ما يشتغلش، فينزل البرنامج ما يشتغلش. ها فبس النصيحه اللي عاوز اقولها ان هو حاول الويزرد اللي بيظهر لك ده حاول تقراه كويس، شوف انت حدد ايه، وهتلقى في الاخر اخر البرنامج في حاجه، اي برنامج بتنزله دلوقتي سكان ده او حاجه تانية، في حاجه اسمها كاستمايزيشن هاردوير، او في حاجه بيجيب لك بريفيو كده عن كل حاجه انت عملتها. اقراها بس، اقراها يعني، اضغط نيكست نيكست لو انت ده مريحك، لكن اقرا في الاخر انت اخترت ايه، عشان ما تختارش حاجه تبني عليها كل اللي جاي طيب غلط. هل ممكن يتم تعديل الحاجه اللي انا اخترتها غلط بعد تسطيب البرنامج او اي تسطيب لاي شيء يعني، ولا صعب؟ بالنسبه للتكنولوجي دي، مثلا البرنامج هتلاقي في الحاجه في الاخر كده في الفي ام ورك ستيشن ده بيقول لك كاستمايزيشن هاردوير، بتضغط على كاستمايزيشن هاردوير، بيبدا يظهر لك بقى كل الحاجات. والله انا كنت عايز رام 512 اعدلها، عايز هارد ديسك مثلا 170 جيجا، لا انا اعدلها عايز 50 بس، انا عايز البروسيس نفسه بيتقسم. يعني مثلا انا عندي كور اي 5، انا ادي مثلا عايز 2 بروسيس، عايز بروسيس واحد، الصوت هيكون شكله ازاي، النتورك شكلها ازاي، كل ده انا بقدر اعدل فيه. لو اي برنامج تاني في بعض البرامج ينفع تعدل فيها، وفي بعض البرامج ما ينفعش، لازم تشيله وتشغله مم. تاني، يعني طيب حسب البرنامج. يمكن احنا قبل كده اتكلمنا عن الكلاود، هل الكلاود ليه علاقه بالموضوع ده ولا لا؟ ده يعني ريليتد بيه جدا يعني. مرتبط بيه قوي. يعني انت عشان تفهم يعني ايه كلاود، احنا لو عملنا الحلقه في رمضان، عملنا في رمضان. عشان تفهم يعني ايه كلاود. الكلاود اصلا الداتا سنتر، الكلاود اللي هي بره دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على الفيرشواليزيشن. يعني ازاي؟ ازاي؟ ها انا عندي داتا سنتر كبيره، ها الداتا سنتر دي انا بروح احط فيها الاكونت بتاعي، سكان ها فيسبوك، سكان او اكونت جيميل او اكونت اوتلوك. الحاجات دي موجوده فين؟ موجوده على سيرفر. مم. هل التكنولوجي الناس دي بره، ما هي اللي عملت التكنولوجي، هي اللي عملت التكنولوجي دي انا هجيب لكل واحد سيرفر او هجيب لكل سيرفر؟ لا، ده انا السيرفر نفسه بقسمه. فالداتا سنتر لو انا هعمل بالشكل ده داتا سنتر، هاخد داتا سنتر قد الجمهوريه؟ لا، لكن انا بيستخدم بقى، انا عايز خدمه الميل فبعملها على فيرتشوال ماشين معينه، عايز مثلا خدمه الجيميل اعملها خدمه معينه. هو بيقسم نفس التكنولوجيا اللي بيشرحها دي، هو برضه بيستخدمها بره. بس احنا بنحاول نقرب التكنولوجي اللي هي موجوده بيستخدمها الاي تي، بحاول اقربها شويه لليوزر، ازاي هو يستخدمها عادي ملوش دعوه بالاي تي خالص، يستخدمها في البيت على لابتوب او جهاز الكمبيوتر الخاص بيه. كويس. بس اليوزر محتاج زي ما نقول كده كورس تدريبي آه، يعني.
في حاجات محتاج فيها ان هو ياخد كورس او يستوعبها بشكل كامل. انا اعتقد ان الفيديوز اللي انا عاملها، انا عامل كل فيديو تقريبا دقيقتين او حاجه، كويس. الفيديو ده يعني اللي هيتفرج على الحلقه دي هيقدر يعمل كل حاجه. انا مش يعني مش سايب حته جاب ممكن يروح يدور عليها يسيرش عليها. كويس. يعني انا ماشي له خطوه خطوه. قلت له اول حاجه روح على اللابتوب او جهاز الكمبيوتر، روح فعل الفيرشواليزيشن عندك على مستوى الهاردوير. خلاص فعلتها، شغل الويندوز، افتح الويندوز. هتروح لو عندك بقى اكتر من ويندوز، الفيديو اللي قبليه ده اللي احنا شرحنا ازاي تانيبل الفيرشواليزيشن على مستوى السوفت وير، خلاص عملناها. طب تالت حاجه اللي هو الفيديو الجاي اللي بعد كده، ازاي تكريت بقى، ازاي اكريت الويندوز او ازاي اكريت المكنه اللي انا هحط عليها بعد كده ويندوز وهشتغل عليها. فانا ماشيله خطوه خطوه. مش ما اظنش اللي هو يتفرج على الحلقه دي هيستفاد ومش هيقدر كويس. يسيرش عليها. هل كل اسره هتبقى محتاجه النظام ده تتعامل بيه ولا لا؟ كل اسره حسب استخداماتها. يعني مثلا احنا عطينا مثال في الاول، احنا قلنا مثلا مفيش اسره دلوقتي ما فيهاش طالب جامعي دلوقتي، ما فيهاش حد في كليه عمليه اذا كان هندسه او طب او يعني بيطلب منهم التاسكات دي. ممكن يبقى اللابتوب ده مثلا خاص بيه ومش عايز يشتغل عليه ويعمل بروسيس كتير، او او اللابتوب ده مثلا بتاع والده او بتاع اخوه، فهو عايز يحط عليه تاسك معين، فيقدر يكريت الحاجه دي ويخلصها. خلاص هو مش عايزها. طيب عشان سمير الغطاني عمال يقول لي عايزين نذيع الفيديو اللي فيه الكرياتة. هو الفيديو الفيديو رقم 5، ها، وبعد كده ممكن نرجع يعني هو فيديو نبدا برقم رقم 5 الاول. كويس، اللي بنشرح من خلاله ده بالذات كاريت الفيرتشوال ماشين على الويندوز. لو انت عندك ويندوز 8.1 بتسمعنا دلوقتي تقدر أوكي. تكاريت عليه الفيرتشوال ماشين. طيب نشوف الفيديو ونقعد معكم مرة تانية لبره الصندوق في شباب على الحوار. 2012 او ويندوز سيرفر 2008، او عندك او انت يوزر وعندك ويندوز 8 او ويندوز 8.1 وخلاص سطبت الهايبر في رول. المفروض لو انت عندك ويندوز 8، ده ويندوز 8 تمام، هتضغط على كلمه ويندوز كده زي ما انا ضغطت كده، بعد كده هتضغط هايبر في هنا، تكتب هايبر في، بعد كده يظهر لك نفس الشكل ده. هنقف هنا كده كليك يمين، نيو فيرتشوال ماشين، ونبدا نكريت فيرتشوال ماشين. بنسمي مثلا عايز انزل مثلا 8.1 تاني، ماشي 8.1. بعد كده اللوكيشن هسجل اللوكيشن ده فين حسب ما انا عايز. بقى بعمل براوس وبسجل مثلا في الاي الدي حسب انا هسجل الويندوز ده عندي هيكون فين. بعد كده اضغط نيكست. الرام عندي 512 تمام، ماشي. ممكن اعمل حاجه اسمها دايناميك ميموري، ممكن نتكلم عليها بعد كده، ماشي. عملنا 512 او ميجا حسب ما انا عايز، اضغط نيكست. بعد كده بختار النتورك اللي عندي، هنا مفيش نتورك، ممكن اكريت بعد كده نتورك. بعد كده هنا الهارد، هنا بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انت الهارد هتسميه 8.1 واللوكيشن بتاعه السايز بتاعه 127، اقدر اعدل فيه اخليه 100 ميجا حسب ما انا عايز. طب لو انا عندي هارد ديسك قديم، بضغط هنا واروح اجيب الهارد ديسك القديم، او انا هاتاتش الهارد بعد ما اخلص الفيرتشوال ماشين، فانا بكريت هارد ديسك عادي تمام. بعد كده بيقول لك انت هتنزل اوبريتنج سيستم دلوقتي، هتنزل اوبريتنج سيستم بعد كده، ولا هتروح تجيبه من الدي في دي، تبقى انت حاطط الاسطوانه في الدي في دي عندك في اللابتوب، او عندك الايمج فايل هتروح تجيب الايزو. هنروح نجيب الايمج هنا مثلا عندنا 8.1 تمام، هنضغط عليها وبعد كده نضغط نيكست فينيش. خلاص كده بيتكريت الفيرتشوال ماشين عندنا تمام. نضغط بقى عليها هنا هتلاقيها اوف هنا اهي، هنقف عليها كده ونضغط عليها. اهلا بكم مرة تانية بعد ما شفنا الفيديو. وفي سؤال بيطرح نفسه، يمكن كنا بنتكلم فيه انا والمهندس محمد سعد قبل ما نبقى معاكم على الهوا دلوقتي. هل لما اجي كاريت حاجة على ويندوز 8.1 ينفع ان انا نفس الطريقة انه يكريت على ويندوز 7 يكريت على ويندوز 10 ولا لا، ولا هيبقى مختلف؟ طبعا ينفع، بس انا بعتذر بس ان انا في حلقه فاتت كنت برضه بنتكلم عن الفيرتشواليزيشن وسالتني السؤال وقلت لي انا عندي ويندوز اكس بي، هل ينفع كاريت او اعمل الخدمه دي على ويندوز اكس بي؟ انا ساعتها قلت لك لا ما ينفعش، بس ما كانت الاجابه ما كانتش دقيقه قوي. هو ما ينفعش لان ساعتها مايكروسوفت ما كانتش منزله بلاتفورم، يعني ما فيش بلاتفورم ينزل على ويندوز اكس بي، لكن في برنامج، يعني برنامج عادي خالص. برنامج اسمه ايه؟ في برنامج اسمه فيرتشوال بوكس او فيرتشوال ماشين، او في برنامج اسمه في ام ورك ستيشن. كل دي برامج، انا ما كنتش اقصد برنامج، انا كنت اقصد بلاتفورم. فهو بلاتفورم زي مثلا الفيديو اللي احنا بنشرحه ده لا مفيش، لكن كبرنامج ينفع نستخدمه وننزله عادي على الويندوز عندنا الاكس بي او فيستا،
ونبدا نشتغل عليه بشكل عادي خالص. تمام. ده بالنسبه للسؤال، بس افتكرت الحلقه اللي فاتت فانا اعتذرت كويس. بس عن الحته دي. طب ان احنا نكريت